السلام عليكم الله فامي ديالي ومرحبا بكم في قصة جديدة. اليوم غادي نعاودكم واحد القصة طرات لي في العروبية. كنت مشيت ليها انا وواحد الدريري صحيبي، وقبل ما نبداو الفيديو ما تنسوش تضغطوا على لايك وديروا بارطاج مع الدراري صحابكم. وبالنسبة للناس الجداد مرحبا بكم، وما تنسوش تابونا وفعلوا معكم الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. وبالنسبة للقناة الرومانسية غادي نحبسها، غادي تبدل، غتولي قناة سلسلات بحال الزهرية اللي مشات لي عينها، وبحال الراقي اللي بغى يعاون صاحبه. ودابا نبداو القصة ديالنا. واحد نهار قال لي صاحبي هشام: يوسف يلا معايا للعروبية نجيب شي كبال جامعينو تما، حيت الا مشتوش غادي غير يخسر. وانا نقول له امتى غادي تمشي؟ قال لي غدا ان شاء الله. وانا نبقى نفكر حيت كان عندي واحد الغواريب، ولكن واحد شويه قلت لي صافي غدا نمشو. المهم نهار الاخر تلاقينا وحنا نشدو الكار مشينا للعروبيه. وكيف وصلنا لقيت دار هشام كاينين تما وكاينين حتى الناس ديال العروبيه. العروبيه ديالهم ماشي بحال ديالنا، حنا عروبيتنا خاويه وما فيهاش بنادم، حيت كلشي جاو المدينه من بكري في السبعينات. ولكن هشام كيمشيو عند العائله ديالهم، حيت العروبيه عندهم مازال ساكنين فيها الناس. انا وهشام كنا ناويين نرجعوا في العشيه، ولكن دارهم ما خلوناش، قالوا لنا بقاو معانا حتى الغدا في العشيه وسيروا. وداكشي اللي درنا، بقينا داك الليله تما في العروبيه. والنهار الاول داز هو هذاك عادي، ولكن في النهار الثاني مني وصلت العشيه ما خلوناش مره اخرى، قالوا لي نزيدوا غير هاد الليله صافي. المهم انا حشمت منهم وقلت لهم واخا. كيف وصل الليل جات واحد المراه كتدق على الجهات في الخيمه وكتسول على بنتها الصغيره، حيت بنتها موالف كتلعب مع البنات الصغار اللي في هاد الخيمه وحتى مع خوتي هشام. ولكن بنتها في هذيك الساعه ما كانتش معانا في الدار، وهي تقول لهم هذيك المراه راه بنتي مازال ما رجعاتش للدار. هما خرجوا الناس اللي في الخيمه، خرجوا باش يقلبوا عليها، وحتى انا وهشام خرجنا معاهم. والعيالات كاينين اللي خرجوا معاهم بناتهم الصغار، انا ما عرفتش علاش داروا بحال هكا وخرجوهم. المهم خرجوهم. وداك الوقيته اللي حنا كنقلبوا فيها بانت لي واحد المراه، وديك المراه ما كانتش معانا من الاول، كانت لابسه جلابه كحله ومشيتها في شي شكل. المهم انا ما ارتحيتش ليها وبقيت مره كنت لفت ليها. واحد شويه وانا نفكر نمشي نقرب منها، بغيت نشوف غير وجهها. اللحظه اللي كنقرب منها هي كتبعد مني. المهم انا كنت باغي غير نشوف وجهها الصافي، ولكن والو، بقات حاضيه معايا غير انا كنقرب وهي كتبعد. واحد شويه وانا ننساها وركزت على البنت باش نلقاوها دغيا. ولكن واخا هكاك بقيت مره كنت لفت لهذيك المراه حيت ما كنتش مرتاح. في واحد اللحظه وانا نعاود نتلفت ليا وما بقاتش بانت ليا. من وراها ديريكت واحد المراه من الدوار بدات كتغوت بجهدها كامل وكتقول بنتي. مشينا عندها كنجرو، ومني وصلنا عرفنا بلا بنتها غبرات من حداها. المشكله هذيك المراه ما كانش شاده في بنتها هذيك الوقيته. ديك الساعه ترونات القضيه. داكشي علاش قلت لكم في الاول ما عرفتش علاش العيالات مخرجين بناتهم في الليل. من بعد اللي عندي شي بنت شدت فيها مزيان، وبقينا كنقلبوا هذيك الليله كامله، ولكن ما لقينا لا بنت الاولى لا الثانيه. وحنا نرجعوا للدار حيت داز الوقت بزاف.
كيف طلع الصباح ديال النهار الاخر وحنا نرجعو كنقلبو، ولكن ما لقينا والو، وما عرفناش هذوك البنات فين مشاو ولا شكون داهم. شويه وانا نعاود لهشام على ديك المره اللي شفتها البارح، وقول لي انا ما شفت حتى مرة بحال هاد الشكل اللي تنعت ليا. وعاد شويه وهو يمشي قال الوالده ديالو وحتى هي ما شافتهاش. المهم دارت الهضره بين بنادم، ولكن حتى واحد ما شافها من غيري انا، بحال تقول انا بوحدي اللي شفتها، ولكن انا ما شفتش ليها وجهها، شفت غير الشكل ديالها ومشيتها. من وراها عندنا كنقلبوا على البنات وعلى ديك المرة حتى هي. هو جي النهار الاخر وقال لي هشام شنو غادي نديرو، واش نمشو ولا نبقاو هنايا؟ انا بقيت كنفكر ما عرفش شنو غادي نقول ليه. هو يقول لي يا يوسف انا غادي غير نمشي معاك وغادي نرجع. وديك الساعه وانا نقول لي صافي انا غادي نبقى هنا نقلب معاكم حتى نلقاو البنات. قال لي واخا. غير فطرنا ورجعنا كنقلبوا، ولكن ما لقينا حتى وحده فيهم. وعاودنا رجعنا في الليل، رجعنا كنقلبوا، عاد بانت لي ديك المراه دخلت وسط منا وهي تخلط معانا. اللحظه اللي شفتها فيها تلفت لي هشام، بغيت نقولها ليه ولكن ما لقيتوش حدايا. بقيت كنقلب عليه. اللحظه اللي لقيته فيها قلت يا راه شفت هذيك المراه ديال البارح. قال لي فين شفتيها؟ قلت لي تبعني. رجعنا للبلاصه اللي كانت فيها ولكن ما لقيناهاش. المهم وحنا رجعنا كنقلبوا عادي. واحد شويه وانا نعاود نشوف هذيك المراه مره اخرى. تلفت لي هشام ما لقيتوش حدايا، وانا نقول مع راسي خاصني نشدها بعد قبل ما تهرب. وداك الشيء اللي درت، وانا نتبعها مشيت جهتها، مشيت كنتسلت وهي تشوفني جاي عندها وهي تتحرك، بدات كتمشى بالزربه وانا نتبعها. شويه بدات كتجري انا بديت كنجري. بقيت تابعها وهي تدخل لواحد بلاصه فيها الشجر بزاف، وانا جبت البورطابل ديالي شعلت الفلاش بديت كنضوي به وانا نتبعها. واحد شويه وهي تغبر بين هذاك الشجر، حيت كانت سابقاني ما بقيتش عرفتها فين مشيت بالضبط. المهم بقيت كنقلب وكندور في راسي حتى كنسمع شي واحد جا من ورايا. هو يوقف شد ليا في كتفي، هو يدورني لعنده. اللحظه اللي تلفت لقيتها غير ديك المراه. قالت لي يا انت ماشي من هنا ياك؟ وانا تخلعت ودرت ليا براسي وهي تقول لي يا مني انت ماشي من هنايا علاش تابعني؟ شنو بيني وبينك؟ ديك الساعه ما بقيتش بغات تخرج لي الهضره من فمي، وبقيت غير ساكت ومخلوع. شويه وهي تطلق مني وتمات غاديه. انا كنت باغي نتباعها ولكن رجليا تكوانساو في بلاصتهم، ما قدرتش نتحرك. شويه وانا نرجع فين كاينين الناس وتلاقيت به هشام. شافني مخلوع قال لي يا يوسف مالك؟ قلت لي راه شفت ديك المراه وتبعتها ويدخل ديك بلاصه اللي فيها الشجر بزاف. المهم عاودت لي كل شيء. هو يقول لي يا واش شفتي وجهها؟ قلت لي لا، كانت مغبره بالقب ديال الجلابه. وقال لي يا علاش خليتيها مشات؟ قلت لي راه تخلعت صاحبي، شنو بغيتيني ندير؟ حيت ما كانتش كتحرك بحال بنادم. المهم حتى هذيك الليله ما لقينا والو، ولكن في الليله اللي تابعاها كنا كنقلبوا وهي تعاود تبان ليا هذيك المره مره اخرى. اللحظه اللي شفتها فيها شفتها هزه شي حاجه بحال الخنشه ولا بحال القفه بيضه وغاديه لشي بلاصه. ديك الساعه قلبت على هشام بغيت نوريها ليه ولكن ما لقيتوش.
المهم ديما مني كنقلب على هشام ما كنلقاش، كيتحرك بزاف وانا نتبعها غير بوحدي، وكانت القمرة باينه مزيان، كاع ما احتاجيت نشعل الفلاش ديال البورطابل. المهم بقيت تابعها ومره كنت لفات ورايا باش نعقلها على الطريق، حيت انا ما ساكنش في ديك العروبيه. شويه وهي تبان ليا دخلت لواحد خيمه ما فيها لا ضو لا والو، وحتى مني دخلت ما شعلات لا ضو لا والو. مشيت قربت بشويه، قربت من ديك الخيمه وبقيت كندور بها، بغيت نشوف واش ساكن فيها شي واحد، ولكن ما بان لي لا ضو لا والو، بحال ما ساكن فيها حتى واحد. من وراها وانا رجع من الطريق اللي جيت منها، كيف رجعت لقيت الناس كيقلبوا على خوتي هشام. وداك اللحظه تصدمت، حيت الحاجه اللي فكرت فيها هي ديك المرة كانت هازه خوتي هشام في ديك الخنشه وديك القفه اللي كانت هزاها اللي كان لونها ابيض. وانا نقول لهم البلان، عاودت لهم داكشي كامل اللي شفت، هما يقولوا لي ورينا في كاينات الخيمه ولا الدار. صافي مشينا كنقلبوا عليها، ولكن ما لقيناهاش، بحال تقول تلفت على الطريق، ما بقيتش عاقل عليها مزيان. قلبنا ولكن ما لقيناهاش. المهم نهار الاخر فقنا مع الصباح، وخرجت انا وهشام كنقلبوا على ديك الخيمه، قلبنا مزيان وحد شويه وحنا نلقاوها. بدينا كندقوا ولكن ما خرج حتى واحد. مشينا رجعنا قلناها للناس ديال الدوار، هما يتجمعوا ومشينا لها كاملين. مشينا لديك الخيمه وبدينا كندقوا فيها، ولكن ما خرج لينا حتى واحد. شويه بدينا كنسولوا في الناس اللي ساكنين تما، واللي سولناه كيقول لك هذيك الدار خاويه ما فيها حتى واحد. واحد شويه وما يفرقوا ديك الباب، زعما هرسوه. اللحظه اللي دخلوا لقاو فيها جوج بنات، لقاو خوت هشام والبنت الثانيه اللي غبرات، ولكن البنت الاولى اللي غبرت ما لقاوهاش. والبنات اللي لقاوهم كانوا هما هذوك لاباس عليهم، ولكن ما كانوش كيقدروا يهضروا حيت كانوا مخلوعين بزاف. من بعد هزوا البنات ودوهم عند واحد الطبيب كاين غير تما في الدوار، عطاهم شي دويان وقال ليهم خاصكم تقراو عليهم قرآن، زعما خاصهم يمشوا عند شي فقيه. وفي الليله ديال داك النهار وحنا نسمعوا بلا اول بنت غبرات لقاوها قدام دارهم، وكانت في حاله خايبه، كانت ضعيفه بزاف لدرجه العظام ديولها هادو كيبانوا بحال تقول في حاله جفاف. وديك البنت توا ديريكت للسبيطار ديال المدينه. في ديك الليله كانت القضيه مرونه، كان خارج بنادم بزاف في الليل، والناس ديال العروبيه ما كيشعلوش الضو، كيبقاو غير بحال هكاك مجمعين. واحد شويه وانا نحس احساس خايب من ورايا، وانا جبت البورطابل ديالي شعلت الفلاش، كيف دورته وهي تبان ليا هذيك المرة كتقرب ليا وكتسلت بحال باغيه تشدني. وانا ندخلع وبديت كنغوت كنقول لهم ها هي ديك المرأة. كلشي بداو كيشعلوا في الضواء، هما يشوفوها وهي تهرب وهما يتبعوها، ولكن ما شدوهاش حيت عاودت دخلت لديك بلاصه اللي فيها الشجر بزاف. في ديك اللحظه عرفت بلي تابعاني انا، زعما حطت عليا عينيها. صافي من وراها مشيت دخلت الخيمه وانا الناس. والنهار الاخر قلت لهشام يلا نشوف حالاتنا بالرجوله. انا دخلت صافي جمعنا حويجنا وتحركنا رجعنا للمدينه. ومن وراها دازت ليام. واحد نهار كنت مريح انا وهشام، هما عيطوا لي دارهم، عيطوا لي من العروبيه حيت هما ديما كيمشوا واخا كاينه العطله واخا ما كايناش. عيطوا ليه وقالوا لي شي بنت صغيره عاودت غبرات زعما باش يمشي يقلب معاهم.
ومني قالها ليا انا بقيت ساكت. وديك الساعه ما كانت لا عطله لا والو، كنا قارين. وانا نسولو قلت لي هشام شنو غادي دير؟ قال لي خاصني نمشي حيت البنت اللي غبرات راه بنت خالتي. المهم انا تصدمت هذيك الساعه. هو يقول لي يا يوسف طلع انت من بعد نتشوف. قلت لي طلع. المهم ديك الساعه ما كنتش عارف شنو نقول، وانا نقول لي ديك تهلا بديك الطريقه بشكال. في ديك الساعه كانت العشيه، كان النهار الاخر غادي يمشي هشام مع الصباح. ولكن انا في ديك الليله عيطت له، قلت لي هشام فين؟ واش نمشي معاك غدا؟ قال لي واش هانيه ياك قاري؟ قلت لي لا هانيه الدعوه. صافي درت انا وياه نمشيو مع الصباح. كيف وصل الصباح مشيت عنده للدار، دقيت عليه وهو خرج عندي. من بعد شدينا الكار باش نمشيو للعروبيه. ومني كنا راكبين في الكار طاحت عليا واحد الفكره، حيت انا وهشام بجوجنا عندنا البورطابلات. قلت لي هشام خاصنا نديرو شي ابليكاسيون تاع جي بي اس، زعما شي تطبيق ديال الجي بي اس كيبين لينا البلاصه ديالنا فكينين. نديرو انا وياه، زعما انا نشوف بلاصتو في البورطابل وحتى هو يشوف بلاصتي في البورطابل ديالو، باش الا خبر شي واحد فينا الاخر يلقاه بالخف. قال لي واخا. واللي خلاني نفكر في هذا البلان هو حيت كنت عارف هذيك خيتي اللحظه اللي غادي تشوفني فيها غادي تتبعني غير انا. وحنا نقادو البلان ومشينا للعروبيه. كيف وصلنا تغدينا وخرجنا كنقلبوا على ديك البنت الصغيره بنت خالت هشام. مشيت انا وهشام ديريكت لديك الدار اللي كانوا لقاو فيها دوك البنات الصغار. مشينا وحنا لقاو الباب ديالها مهرس، وحنا ندخلوا ليها دارنا فيها واحد الدوره، ولكن ما لقينا والو. من وراها رجعنا للدار تاعينا شويه، وفي الليل عاودنا خرجنا، وحتى الناس ديال الدوار خرجوا كاملين كيقلبوا حيت عادوا خايفين بزاف على بلادهم. المهم بقينا كنقلبوا واحد شويه دفعني شي واحد، دفعني طيحنا في الارض. هو قرب حدايا عطاني ايدو زعما بغا ينوضني، شديت فيه وهو جرني لعندو وانا نوقف حداه. عاد بانت ليا غير داك المرا. انا دخلت شافت فيا وضحكات، قالت لي جيتي عاود تاني؟ انا دخلت وبديت كنعيط على بنادم، كنقول لهم هاي ديك خيتي. وهما يشعلوا الضواء ولكن ما لقاو والو. خيتي غبرات. غريب حاجه بدوك الناس هي كيطفوا الضوء، كيطفوه في الليل بحال تقولك خلصوا من جيوبهم ولا ما نعرف. انا دخلت هذيك الساعه دخلت بزاف، وانا نقول لي هشام انا غادي نرجع للخيمه. وقال لي واخا يلا نمشوا، وحنا نرجعوا بجوج. ومن بعدها ما بقينا خرجنا حتى النهار الاخر. فقنا عادي فطرنا وخرجنا كنقلبوا بنهار بحال ديما، ولكن ما لقيناش بنت خالت هشام. وبالليل فين طرا واحد البلان خايب بزاف. بالليل خرجنا كنقلبوا بحال ديما، شويه بديت كنحس بشي واحد تابعني من اللور. مره كنت لفت ولكن ما كنلقى حتى واحد. شويه وهي تخلط القضيه ببنادم، تلفت حدايا ما بقاش بان ليا هشام. داك هشام كيف ما قلت لكم كيبقى يتركل. بديت كنعيط عليه ولكن والو، ما عرفتوش فين مشى. واحد شويه وانا نحس بشي واحد تابعني من اللور. تلفت بالخف ويتبان ليا غير ديك المرا هزه خنشه ولونها ابيض. ديك الساعه فكرت باللي هز معاه شي بنت صغيره من غير بنت خالتي هشام، زعما يلا داتها. بديت كنعيط على شي واحد ولكن ما عرفتش علاش ما تجاوب معايا حتى واحد لدابا، ومازال ما عرفتش علاش ما جاوبونيش هذاك الوقت. الحاجه اللي فكرت فيها ديك الساعه هي نتبعها ونعاون هذيك البنت الصغيره قبل ما تديها. تبعتها كنجري
وهي تشوفني ودخلت بين الشجر. انا صحاب لي خايفه مني وهربانه، ولكن مني تبعتها حتى كنسمع شي واحد جا من ورايا. كيف تلفت بغيت نشوف، هو يضربني على وجهي طيحني في الارض. شويه وبدا كيربط فيا وسد ليا فمي وخشاني بشي حاجه بحال الخنجه. شويه وانا نحس بشي واحد هزني من الارض وبدا كيتحرك بيا كيتمشى على رجلي. بغيت نغوت ولكن ما قدرتش حيت كان سد ليا فمي بشي حاجه. حليت عينيا وكانت كتبان ليا غير الظلمه. بقى شحال هو كيتمشى بيا حتى واحد وقيته هو يوقف. شويه بدا كينزل فيا، هو خرجني من هذيك الخنشه. كيف خرجت دورت عينيا عاد بانت ليا واحد المرا كبيره في السن ومريحه وحاطه حداها واحد المجيمر بحال فيه البخور وداير بيها الشمع بزاف. هو انا تلفت بغيت نشوف شكون اللي كان هازني، وانا نشوف غير داك المرا اللي كنت كنشوفها ديما. الحاجه اللي خلعتني بزاف هو الخيال ديالها، زعما الظل ديالها كان ماشي ديال بني ادم. هو كان هذاك المرا الكبيره اللي كانت مريحه هذا المجمر، كان الخيال ديالها عادي بحال ديال بني ادم. شنو كان هادشي في نظركم؟ هادشي كيعني بالله هذيك المرا الكبيره اللي مريحه هذا المجمر هذيك السحاره، والمرا اللي كنشوفها ديما هذيك جنيه، ولا ما نعرف بعدا ماشي بنادم. وانا تخلعت بزاف حيت صحاب لي غادي يديروا ليا شي حاجه خايبه. بقيت ساكت وما هضرت ما والو، وهي تسولني ديك السحاره ديك المرا الكبيره. قالت لي مالك علاش كتقلب، واش بغيتي تموت ولا شنو؟ انت ما ساكنش هنا ومني جيتي وانت كتدخل راسك لشي حوايج اللي انت ما سوقكش فيهم. شنو بغيتي علاش كتقلب؟ المهم انا تخلعت وبقيت ساكت ما جاوبتها ما والو. شويه وما يجيبوا واحد بنت صغيره. اللحظه اللي شفتها وانا نعرفها هي بنت خالتي هشام، حطوها حدايا. واحد شويه بدات ديك السحاره كدير شي هضره في شكل هضره كاع مخربقه، وكتلوح شي حاجه في داك المجمر. واحد شويه بدات كتغوت بجهدك كامله، وديك الشنيه ما بقاتش كتبان ليا. عاد كيبان ليا غير داك الظل اللي كيخلع. واحد شويه بديت كنحس براسي كنغيب بحال تقلبت، وديك البنت الصغيره كانت ناعسه من الاول. صافي بديك اللحظه انا فقدت الامل، قلت صافي مشينا عند الله. عاد كنسمع شي واحد كيضرب في الباب، كيضربوا على الجهد. شويه هو يتهرس داك الباب، هو يدخل هشام ودخل معاه واحد الفقيه وشي رجال اخرين. حيت ديك المره كان قال لهم الطبيب هذوك البنات خاصهم القران، زعما خاصهم فقيه. من داك الوقيته عاد واحد الفقيه ديما كيخرج معانا. صافي مني دخلوا هما يشوفوا هذاك الديكور بحال هكاك، هما يشدوا هذيك المراه، شدوها كتفوها وربطوها وطفاو هذاك الشيء اللي كانت شاعله، وجاو حلوا عليا قنب وهزوا البنت وخرجنا من تما. النهار الاخر انا عاد تواه هذاك، والبنت صغيره ما طرا ليها والو، غير كانت عيانه. هو يقول لي يا هشام في ذاك اللحظه، قال لي يا يوسف عرفت كيفاش تلقيناك؟ انا فكرت بالله غادي يكون لقاني بالجي بي اس، ولكن قلت ليه لا. قال لي راه لقيناك بالجي بي اس، كون ما كانش كون ما لقيناكمش. المهم انا فرحت بزاف حيت مازال حي. ومن وراها ما بقاوش خبروا الدريات في العروبيه ديال هشام. وكانت هذه النهايه ديال القصه. الا عجبتكم القصه ما تنسوش تضغطوا على لايك وديروا بارطاج مع الدراري صحابكم. وبالنسبه للناس الجداد مرحبا بكم في القناه، ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا معكم الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، ونتشوفوا في قصه جديده ان شاء الله.